دي بايظه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه في فيديو جديد؟ وحشتوني. الفيديو الجاي دعم الشحاتين، يعني بفكر لسه. لو انت عايز تعرف فيديو دعم الشحاتين هينزل امتى بالظبط وتشاركني في تصويره، هسيب لك لينك القناه بتاعت الواتس تحت في الديسكربشن وفي الكومنت. القناه اسمها احمد فيدي تي في بنفس اسم القناه هنا. هتعمل انضمام للقناه، مفيش حد رقمه بيظهر للتاني، مفيش حد يعرف هناك مين. فيديو النهارده من شناتكم زي كل فيديو يعني عادي. بس قبل ما نخش في الفيديو، وصلنا عند بعد السلام ندعو اخواتنا في فلسطين وفي السودان، ربنا ينصرهم يا رب ويقوم رب على اللي هم فيه. تنسوا تعمل لايك لان الفيديو ده لو وصل 87,000 لايك انا هعمل لكم فيديو دعم الشحاتين منتهيه. اللولب هو احد وسائل منع الحمل اللي بتستخدمها الستات المتجوزه، وده بيكون شكله قبل ما بيتركب وبيدخل جوه الرحم. في منه انواع كتير، في منه النوع المعدني، ممكن يكون في منه نوع. هو انا ليه معمول لي بجد منشن على فيديو اللولب؟ ايه فكرونا اللي جايبه اهو. عمر عامل لي منشن على فيديو اللولب. ليه يا عمر؟ من 36 ثانيه. ليه يا حبيبي؟ انت شفتني ازاي عشان تعمل لي فيديو على لولب وسيله منع الحمل؟ بجد مش فاهم. ساعات بيجي لي منشنات كده مش فاهمها، يعني معمولها لي ليه؟ كل مشكلتي في الحياة ان انا حبيتك. طب ليه؟ عايز اعرف انا حبيتك ليه؟ عايز اعرف انا حبيتك ليه وعشان ايه؟ يمكن طمعانه في المعاش بتاعه. الراجل ايش ضمنه برضه؟ جايه تحبيني في اخر العمر؟ طب بقيه العمر كنت فين؟ مفيش حاجه مضمونه. المشرفين بتوع دار المسنين انتوا فين؟ تركزوا مع المسنين شويه. لما يبعدوا مع نفسهم بيسرحوا، يعيشوا بقى المراهقه تاني معانا وينزلوها على النت. طب ليه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا رؤية محمد، انا اللي كنت اصور البنت دي يا جماعه اللي هي كان انا فجاه فاتح تيك توك بقلب عادي، بتقول تضحكي وتدوري، بعد كده بقى ايه يجي لقطات مثلا لميسي لكريستيانو. يلا غني تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري او حد يحط صورته ابيض واسود والاغنيه تشتغل، بس هي صاحبه الترند ومحدش عارف مين البنت دي وظهرت ازاي والموضوع بقى ترند ازاي، محدش عارف. هي تقريبا عملت اكونت على التيك توك اسمها رقية محمد. الفيديو انا وصاحبتي، انا كنت بغني، صاحبتي نزلته كترفيه مش اكتر. والموضوع كله ان انا اصلا ما كنتش متخيل ان انا هتشهر لدرجه الملايين ولدرجه ان الناس تصمم عليه. ومش مفهومه سبحان الله. الترند هنا في مصر ملوش مقياس، تعرفش ايه اللي تعمله ممكن يبقى ترند. مفيش حاجه اقدر اقولها لك هتعملها تبقى ترند، لا هي كده انت ونصيبك. الناس تفضل تتكلم وتحكي عليا انا، بس انا كويسه الحمد لله. وكل اللي كانوا عمالين يقولوا ان انا في المستشفى وكده، لا انا طلعت اشاعه ان باباها مسكها فشفشها من الضرب، علشان كده هي اختفت او محدش عارف هي مين اصلا او راحت فين. تقريبا ابوها خاف قال لها اعملي اكونت بنت واطلعي. الحمد لله كويسه زي ما انتم شايفين. كل الموضوع ان اهلي خايفين عليا، وانا لسه صغيره عامه. وده منطقي فشخ. انت شايفين سوزي ايه اللي حصل لها وانت لسه صغيره وداخله السوشيال ميديا، ففي مشاهدات عاليه وفي شهره سريعه فشخ، فاكيد شخصيتك ممكن تتاثر وتتغير ونشوفك سوزي الثانيه. ويعني بابا ولا ضربني ولا عمل اي حاجه. بابا زعق بس وقال لي وعاتبني، واهلي عدوني وقالوا لي لا ما ينفعش انت تعملي كده. وانا اصلا ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. اكيد لو ضربك مش هتقولي بابا ضربني يعني، بس دي حاجه ترجع لكم يعني، مالناش دعوه. ده عندها 276,000 فولو. صاحبتها اصلا اللي عملت لها الفيديو ده، الفيديو الاصلي تقريبا هو نزل هنا اهو. بصي وتشوفي احساسي مكتوب في عكس اسلوبي بتلمي الكون. فيديو عادي زي اللي بنت اختك بتصورهم وبتنزلهم ومفيش حد بيشوفهم اصلا، فجاه يتفايرل، مصر كلها تنزل فيديوهات على صوتها. ما تفهمش الترند جه ازاي. الفيديو ده ثانية واحدة بس، انا لسه اخد بالي دلوقتي الفيديو ده هي نزلته تاني. الفيديو جايب مليون لايك. مليون لايك! انا لسه اخد بالي دلوقتي حالا. وده الفيديو الاصلي بعد ما اتمسح ونزل تاني. هل انتوا شايفين ان الفيديو يستاهل ان هو يتفرج الفيراله دي؟ ما تعرفش. هو كده رزق. خد كومنتات 57,000 كومنت. يا لهوي يا جدعان، ده نهائي السوبر ما بيحصلش عليه التفاعل ده. هو الفيديو جايب كام فيو اصلا؟ الفيديو جايب 24 مليون فيو، واول فيديو نزلته جايب مليون، تاني فيديو 3 مليون، تالت فيديو 6 مليون، الرابع 2 مليون، بعد كده 24 مليون، بعد كده 500 100. ده اكيد لسه نازلين دلوقتي حالا. دول مستنينك بقى تفتحي لايفات يا فنانه يعني. ده الخطوه الجايه، ما عادش حاجه تانية. طب اول فيديو نزلته كان ايه؟ انا رؤية محمد، انا اللي كنت بغني اغنيه تضحكي وتدوري. احب اطمنكم ان انا كويسه وبخير، ومش زي ما انتوا بتقولوا ان بابا ضربني ولا توفيت ولا رحت المستشفى ولا اي حاجه. انا كويسه زي ما انتوا شايفين. وكل اللي حصل دوت بس عشان اهلي كانوا خايفين عليا مش اكتر. وبابا قال لي انا وصاحبتي ان صاحبتي تمسح الفيديو وبس وخلاص. بس انا ما كنتش اعرف ان الفيديو هيتشهر وهيحصل كل دوت. وانا
يعني باباك قال لصاحبتك تمسح الفيديو الاصلي، بعد كده خلاكي تعملي اكونت وتنزلي فيديوهات وتنزلي الفيديو الاصلي تاني. بابا طلع استاذ في الماركتنج خد الفيديو عنده خلى البنت تمسحه من عندها، وجاب عندك 24 مليون فيو. يا لهوي. حد هنا في الكومنتات بيقول لك كل ده كذب، بص على مناخيرها هتلاقيها متعوره. ده فعلا؟ لا ده خيال يا شباب، يعني مكبرين الموضوع. اكيد ما كلتش علقه يعني، مع ان لو كلت علقه ما كانش هيخلوها تعمل اكونت ولا تنزل فيديوهات عليه. حد هنا بيقول لها اذا كنت مهدده البسي في الفيديو الجاي اخضر. الفيديو اللي بعده ده سبحانه يا هو كده بالكومنت بعد ما هي لبست اخضر. انا اللي غبي معلش. هي عملت بقى ترند على الترند بتاعها. يلا تضحكي وتدوري. ماشي. تضحكي وتدوري. هو ده الترند. يا اما بقى تحط لقطات كوره، يا اما نحط بقى صورنا احنا عامه عادي، بس الاغلب دلوقتي بيحطوا صورهم عادي ابيض واسود كده، وبيجيب فيو، يعني بيجيب فيو عند كله. بنت مرزقه ما شاء الله. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ معلش حصل مشكله كده في اللايف، معرفش مش عارفه. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك يا فنانه. لسه كنت بقول لك ناقصك تفتحي لايفات، بس عادي مش عيب عادي. مش عارفه ادخل خالص تاني في اللايف، فاحب اقول لكم ان انا كنت نظبط النت ونطلع تاني عادي. اكيد طالما اتشهرت الشهره دي اكيد ليكي رزق فيها. مبسوطه قوي بالحبه اللي انا قعدتهم معاكم، وبجد شكرا ليكم، وبشكر مو دوت وبس. وانا هبقى احاول ان انا ارجع لايف وابقى اكلمكم تاني. مستنينك يا فنانه في فيديو تاني ازيكم نزلته يا جماعه من ساعه. يا ده ما شاء الله هي اكتف على الاكونت بتاعها جامد. بس تقريبا انت بتصوري من آلة حاسبه، من جيب تليفون بقى جديد ولسه ما مسكناش فلوس. معلش انا اسف. انا بتنبأ لك بمستقبل باهر، ايفون 17 جاي في الطريق. دوت اتحذر من اللايف، يعني مش هعرف اعمل فيه اي لايف خالص تاني يعني البنت لسه بادئه مشوارها في اللايفات تنهوه في نفس اليوم، خدت بان. فدلوقتي انا عملت اكونت تاني ما شاء الله مش هتكن ولا هتحل، عملت اكونت تاني وجايه لكم. هبقى هعمل في اللايفات يعني. بس طالما بابا زعق لك ان انت اصلا طلعتي في فيديو واتفايرل وكده، وبعد كده سمح لك فجاه ان انت تعملي اكونت، وفجاه كمان سمح لك ان انت تطلعي لايفات مع انه كان رافض حته فيديو اتفايرل، فاكيد انت دلوقتي موجهه وما بتعمليش حاجه بمزاجك. يعني اكيد بابا دلوقتي هو اللي بيوجه، فاكيد بابا حسبها صح اكيد يعني. ويا ريت كله يخش يعمل لي فولو عليه، وانا هبقى اقول لكم هبقى اكتب لكم ده الفيديو ده بس في ساعه جايب 10000 لايك، يعني ده الاكونت الجديد جايب 4000 فولو في ساعه. ازيكم يا جماعه دوت الاكونت بتاعي الجديد، عشان الاكونت التاني حصل فيه مشكله يعني وحاجات كده لللايف يعني. فده الاكونت بتاعي الجديد، فتابعوني عليه واعملوا فولو عليه علشان يعني ايه هبقى اعمل لكم دي لايفات يعني كده. بس انا كنت متوقع عامه يعني، لكن ما توقعتش ان هو يحصل في نفس اليوم اللي انا بقول فيه كده. انا مش عارف ليه اهلك دخلوك حوار اللايفات ده، اكيد انت مش داخله بمزاجك، لكن مش كويس خالص ان هي في السن ده لسه صغيره جدا ان هي تخش مجال اللايفات. وكمان غير كده وهي بتقول ان هي خدت بان، فاكيد هتاخد بان على طول ومش هتكمل في حوار اللايف، لان هي وشها لسه صغير، واللايفات المفروض اللي يطلعها يكون فوق سن ال 18. ده بيتهيألي بالنسبه للسياسه بتاعت التيك توك. فرساله لاهلك اعقلوا، بلاش تزقوها في حوار اللايفات ده. لو مكتوب لكم رزق من خلالها هيجي لكم، مش شرط يجي لكم اللايفات. البنت ما شاء الله خدت شهره في وقت قليل، لو كانت اخترعت علاج للكانسر ما كانش هيجيب الشهره دي في الوقت ده، لكن هي ارزاق مش هتختلف. بس اهلك بقى يعني اهلك بقى ايه، حاولوا ايه يعني كنترول على الحته دي بدل ما تروح منكم ونشوفها سوزي الثانيه. تعرفوا انا بحب نفسي وانا بتكلم كلام عاقل، بحس ان انا اب، يعني انا مش مقتنع بالحته دي. هو انت شايله البوكيه ولا البوكيه هو اللي شايلك ولا ليه ده؟ معلش انا اسف والله مش بتريق، لكن منظر بس غريب شويه. انت لسه مستمره انت واسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ هيثم عبد الله. خرب بيت ام المونتاج بتاعكم بجد، بيمنتج بكعب رجله والله العظيم. فهمش حتى الكليب بيفكروا يصوروه ازاي، شويه في كروما وشويه قاعد على كومودينو عادي. خدت بالك من قافيه؟ انا هبقى قطه رازي 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 ملكه ميامي يامي يامي يامي، عشان قطه بتقول ناو مياو مياو مياو. حبيت اشرح لك يعني. مامي انت بتحبيني؟ ايه دي مامي هايدي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عارفه اني بحبك يعني. مامي اموره قوي، بس عايزين حقنتين بوتوكس عشان نلم التجاعيد. معلش سوري يا طنط صناب صرمه. معلش بس شكلك والله قمر. صعب قوي، بس والله قمر غالي وصعب. وانا عملت اي حاجه مش بودي جاي لها ببوكيه ورد. يا فرحه ماما بيك يا بودي، بسم الله ما شاء الله. بص جنبك كده.
بودي حضرتك الحاجة طنط انت مش بردانه؟ الجو ساقعه وبودي لابس تقيل ولابس جاكيت، ما شاء الله مناعتك قويه. ايه الخضه الغريبه دي؟ رمت التليفون بشكل غريب قوي، لا ومفتعل. كيت كات اهو، وجايب لك اسمها ايه؟ جالاكسي فروتس. جالاكسي فروتس اهو. انا مش هعرف اسامحك. وجايب لك ايه تاني؟ جايب لك دي اوريو ميلك. هو انت جيت تصالحهم ليه يا بودي؟ انت عملت عليهم راجل ولا حاجه ولا؟ معلش والله انا اسف يعني، انا بهزر، انا بسحب كلامي. يلا سحبت. ميلكا مشيها ميلكا. ودي جالاكسي برضو ثانيه اهي. ايه تاني يا ولا؟ ايه تاني؟ في واحده تانية وقعت. بتعملي فيا كده؟ وانا عايز اعرف هو بودي عامل ايه علشان طنط تكون مقموصه منه قوي كده ومش عايزه تسامحه، عشان لما ساب هايدي قال عليها كلام مش حلو، هي اتضايقت بس اللي اتقال عليها. ليه يا طنط؟ ده بودي اغلب من الغلب. انت ما تعرفيش ان هو شتم نفسه قبل كده؟ قال على بنتك انا اتجوز واحده بتعرف تطبخ مش بتعرف ترص حجر الشيشه، عندي بنتي كانت بترص حجر الشيشه، انتوا يعني بتشيشوا، وفي الاخر رجع لها ويتجوزها. يبقى كده هو ايه؟ توقعات الجمهور لنهائي انتخابات رئاسه التيك توك. نهائي؟ الانتخابات خلصت؟ الانتخابات خلصت بسرعه بدري بدري. شوف لسه الرئيس بتاع التيك توك لسه متعين السنه اللي فاتت، هيغيروه. شعب التيك توك ده ما بيعجبوش العجب. انا بتوقع حبيب الشعب اللي هيكسب. حبيبي الشعب اللي هيكسب. مش ممكن تقول لي وعدك بايه؟ هينزل لك حيتان واسود على بطاقه التموين؟ اكيد لا، مفيش حد بيعمل كده. ايه غرضك؟ غير توقعات الكساحه رئيس التيك توك. الكساحه، حلو الكساحه برضه. ده الرمز بتاعه ولا هو اسمه كده؟ كساحه. ان شاء الله انت اللي هتاخد المسابقه دي عشان تستحق بجد. انا اتوقع حمو ايهاب هو اللي هيكسب. انا بتوقع حمو ايهاب. مين دلوقتي هو حبيب الشعب والكساحه؟ هما ثلاثه؟ الكساحه ولا يعني بحب حمو ايهاب. حمو ايهاب طبعا. انا برضو كساحه معاك. انا بقول لك كساحه. انا بقول لك حمو. طب انتوا جوش شحوطه ما شاء الله، لما حد يخش عليكم كلكم بتتناقشوا في كساحه وحمو ايهاب يعني. اكيد بهزر يعني، ده موضوع فعلا يستحق النقاش. ده رئاسه التيك توك يعني مستقبل شعب. تراهن الكساح حمو ايهاب. تالتة اول بقى عامله ليله. ولسه مستمرين. انا ملاحظ ان هو اختار الناس الكبيره، يعني يدور على قد ما يقدر في الفيديوهات اللي اتبعتت له، يدور على الناس الكبيره عشان يحطها يقول لك ان المسابقه بيتابعها ناس كبار بالغه قادره عاقله. فلا، جمهور التيك توك شعب بجد. في نشر التوقعات صور فيديو مع صحابك وتوقع في الفيديو مين اللي هيبقى رئيس ونزله واعمل لي منشن وهنزله عندي. طب ليه هو ما يبقاش رئيس التيك توك اللي عامل المسابقه ده؟ اكتر واحد بيجيب فيو واكتر واحد بيعمل كل حاجه، فهو اللي يستحق يبقى رئيس، وهو الوحيد المستفيد من الليله دي كلها. فانا شايف ان الرئيس الحقيقي هو صاحب المسابقه. اسمك ايه؟ مروان جرينيتش. ايا كان مين هيبقى رئيس التيك توك، اكيد الخيره فيما اختاره الله، ويا رب يكون قد كلامه. بس مش هقول حاجه تانية. اروح اتجوز بمليون جنيه يعني، انا اتجوز بمليون جنيه ليه؟ انا بجيب كيس الاومو ب5 جنيه، والله العظيم بغسل الهدوم والسجاد معاهم كمان ب5 جنيه. مين قال لك ان انت هتتجوز بمليون جنيه؟ ده ايام الرخص ده. الجواز دلوقتي بيبدا من 2 مليون وانت طالع، ده لو هتتجوز في ملك بيتهيألي يعني. انت عارفه بقى تيجي هي تغسل عاوزه فلور وعاوزه مش عارف ايه وعايزه بامبز وعاوزه داوني وكلور الوان وكلور عادي علشان الهدوم البيضه ومنظف الارض وملمع البوتاجاز ورش للصراصير، والحنفيه اتكسرت عايزين حنفيه تانية، والشطافه متشغاله. بلاوي كل ده والله حصل عندي الشهر اللي فات. كارت الكهرباء خلص عايزين نشحنه، كارت الميه قطعت. ده اداله صوته بجد. ده دي بقى الانتخابات الحقيقيه. ادوا له صوتك. اللي عامل الفيديو فاجر جامد. مش كل حاجه ترند، لا ما ينفعش. ارجعي لطليقك. ام خلود بسم الله ما شاء الله، الفيلر والبوتوكس ايه ده بتلمع لسه خارجه من الكرتونه. تلقائيه جدا، ما بصورش باضاءه. عمري ما رتبت انا تلقائيه جدا، ما بصورش باضاءه. انا عندي اضاءه، كان نفسي ابقى تلقائي. اي حد بيصور باضاءه انت مش تلقائي. رتبت انا هعمل ايه في الفيديو. بعد ما مرينا بالطلاق والحاجات دي كلها، هل بتفكري انك ترتبطي تاني؟ فعلا بتفكري ولا؟ شوف وشها منشكح ازاي، كل حاجه فيها بتلمع. ده في حد ينفع ما اجاوبش؟ لا انا عايزاكي تجاوبي. ينفع ما اجاوبش؟ لا انا عايزاكي تجاوبي. لا ما دام ضحكتي واتوترتي وعدلتي الجاكيت كده يبقى يا ام خالد يا سوسه
اكيد بتكدي ابو خالد مش هتتجوزي، والعيال مين اللي هيربيها؟ ينفع اتجوز؟ يعني بصي انا مواليد 97 قد يعني يا ام خالد ما شاء الله، بس مش باين عليكي. نبقى متخانقين مع بعض كان بجد يعني مصريين البطن بتتعالج. ده طبيعي بس خلينا الجواز لا اصلا مش كل حاجه ترند، يعني الترند ده اللي يعمله الناس اللي بتبقى محتاجه ان هي تعمل ترند، لكن ما بلاش بقى البقين الحمضانين دول اللي بيقفوا في زوري. الترند ده اللي بيعمله حد بيكون محتاج ترند، لكن انا الحمد لله مش محتاج خالص. انا مولود وفي بقي مشاهدات وفي بقي شير ولايكس واكسبلور للصبح، انا مش محتاج للترند اصلا. ما كفايه بقى من البقين دول، شبعنا منهم. انا الحمد لله معروفه ومشهوره وعندك يعني انت دلوقتي بتصرحي من تحت لتحت ان انت في حياتك حد تاني وهتتجوزي حد تاني، ده معناه ايه؟ اثاره جدل عشان ترند. اهلا، مع اني ما بحبش اقول لكم اهلا ولا سهلا. تعالوا نجرب كوكيز بلبن الجديده. طبعا دقتها طعمها عادي جدا، اللي امك بتعملها في البيت احلى، محدش يجربها. اي حاجه بلبن بيعملها ما تجربهاش، هتلاقيها عاديه فشخ، وكل الناس دي قابضه. انت الحكومه، انت القوات المسلحه، انت الجيش، انت المعسكر، انت ليه بتقلدي رورو؟ ده انت كتفك بس بالتوته كلها بتاعت رورو، ما تعملش كده تاني. عيب. طب ده مش تنمر، ده هاتك عرض التنمر. ده التنمر ما جاش حاجه جنب اللي قاله ده مش عقد البت في جسمها بس، ده كرهها في حياتها عموما. انا لاحظت اخر فتره كده الناس عندي بتكتب لي ايه، انت بعيد بتتنمر شويه كده، انت مش عاجبني. انا بتنمر؟ انا ماشي، اديك شفتوا التنمر بيبقى عامل ازاي. انا اصلا كنت مفكر الفيديو ده في بدايته يعني البنت بترقص فهسكيب عادي ومش هيطلع معايا، لكن لقيت الباشا ده مسك البنت انا وانا صغير عند الراجل اللي اشتريت منه ساعه بنتين وفي الاخر ما اتحولتش. شطان، انت شطان يا اخي، ما كفاكش كل اللي عملته فيا. كل ده عشان خاطر ايه؟ الفلوس يا اخي، منعون ابو الفلوس اللي تخلي الاخ يخسر اخوه. الحاجه الوحيده اللي ما جبتهاش وانا صغير ساعه بنتين. اوكي شباب، فلنستكفي بهذا القدر. زي ما قلت لكم الفيديو الجاي يكون دعم شعب، بس عايز عدد كبير منكم يجي على قناه الواتس اللي انا سايبها لكم تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت. ولو انت جبت حد تعرف في الفيديو وما تنساش عندك في الارض